ندوزو لموقف اخر، موقف اخر هذا هو اللي بقى فيا، وهذا هو اللي خلاني نراجع الافكار ديالي، خلاني نحس بواحد الاحساس خايب، وغادي نعاود لكم شنو وقع، وغتحسوا بهذاك الاحساس. مره كنا درنا كونفيرونس، واحد الكونفيرونس واحده اخرى، ولكن الكونفيرونس ما كانوش فيها الاجانب، كان فيها فقط المغاربه، وكانت حول الذكرى ديال وفاه واحد الاستاذ مغربي، استاذ جامعي. وعلى ما شفت انا ما كنعرفش هذا الاستاذ الجامعي شخصيا، لانه كان مات ديك الساعه، كان عنده الذكرى الرابعه ديال الوفاه ديالو، يعني 4 سنين باش مات. وذكرى ديالو ما كانش فقط واحد التجمع، لا، درنا دي زيكسبوزي، خدمنا الماط، داكوغ، خدمنا الماط، كل واحد جاب ليكسبوزي ديالو، شرحه وناقشنا كل شيء. ولكن شنو اللي بقى فيا، انه درنا هاد الكونفيرونس في واحد لونفي، وهذاك لونفي كله فيه غير المغاربه، ما كاين حتى شي واحد اجنبي. وفاش واحد الاستاذ اللي هو المنظم ديال هاد التكريم هذا لقى واحد الكلمه افتتاحيه، وبغى انه يترحم على هذا الاستاذ الجامعي، بغى يقول يعني الله يرحمه، بغى يقول انا لله وانا اليه راجعون. عرفتي الطريقه باش كيقولها؟ كيحاول انه هو كيقولها بالعربيه، وكيحاول انه داك اللهجه ديالو، هذاك النطق ديالو يكون بحال بالفرنسيه، بحال بالانجليزيه، غير بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش منطوقه مزيان. عرفتي ديك كلمه بسم الله الرحمن الرحيم قالها بواحد الطريقه بحال اللي باغي يعوجها، بحال اللي باغي يقولها بالفرنسيه، هو باغي يقول حروفها بالعربيه ولكن باغي ينطقها بالفرنسيه، ولا ما عرف شنو بغى يقول، قال بسم الله بلا ما نعوجها حتى انا يعني. شي اللون في كله فيه غير المغاربه، لون في كله في كيفهموا الدارجه، تقولها لهم بالدارجه يفهموها. علاش ما تقدرش تقول بعدا غير جمل بالعربيه في الاول باش نترحموا على هذا الاستاذ هذا الله يرحمه، وعاد نكمل ديك الساعه بالفرنسيه ولا باي لغه جاتك على فمك. لهاد الدرجه باقي مستعمرين، لهاد الدرجه اننا نكونوا مجموعين غير بيناتنا، غير حنايا العرب ولا غير حنايا المغاربه ما قادرينش نتكلموا بلغتنا الام.